عشان تبوظ لها فرحها وتحط لها بويا على وشها مكان الماسك وهي مش عارفه عشان تبوظ الفرح خالص وهي اللي تتجوز عريسها. وبتقول لها انا عملت لك اختراع هتفضلي طول عمرك فاكراني بيه. وبعد شويه بتروح تغسل وشها في الحمام بس بتلاقي الماسك مش بتشال، ولما بتركز في وشها بتعرف ان دي بويا وبتفضل تصرخ. وبتروح لصاحبه العريس اللي حطيت لها البويا دي وبتزعق معاها وبتقول لها انت عملتي كده ليه؟ ده فرحي كمان ساعه. وبتقول لها عشان ده حبيبي ومحدش ياخده غيري. وبعد شويه بتروح الفرح وهي مخبيه وشها، ولما العريس بيشيل الطرحه بيتخض من وشها عشان هي ما عرفتش تطلع البويا، فبتستغل الفرصه وبتقول له ان هي عامله كده عشان تكسفه قدام الناس وتبوظ الفرح. فساعتها بيقرر يسيبها قدام الناس كلها. وتاني يوم بيرتبط ببنت تانيه، فالبنت اللي بتحبه برضه مش بتسيبه في حاله وبتقول للبنت ان ده حبيبي وهو بيلعب بيكي. والبنت بتصدق كلامها وبتمشي وبتقول له برضه محدش هيتجوزها غيري. وتاني يوم برضه بيرتبط بواحده غيرهم، فبتروح لهم برضه وبتقول لها ان ده حبيبي واحنا مخطوبين وهو بيتسلى بيكي. وبتصدق كلامها وبتضربه بالقلم وبتمشي. وبلا الجواز مش بالعافيه وبيمشي وبروح لحبيبته اللي كان هيتجوزها عشان عارف انها مظلومه وبلا انا هتجوزك. والبنت بتروح لها وبتقول لها ده بيتسلى بس بيكي، وبيخلي الامن يجي وبتطردها في الشارع وبيقول لحبيبتي انا هدفع كل الفلوس اللي معايا عشان اطلع لك البويه دي.